كنرحب بجميع المتتبعين والمتتبعات ديال القناه، وكذلك الناس اللي اول زياره لهم مرحبا بكم. وكابغي نقول لكم رمضان مبارك كريم، اعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والله يجعله فاتحه خير في هذه السنه الجديده باذن الله. انا عارفه بلي بزاف تاع السيدات كتواجههم عده مشاكل اثناء الاعداد ديالهم ديال الشباكيه ديال رمضان، وهذه من بين الاسباب اللي كتخليهم انهم كيعكزوا انهم يصايبوها، وحتى اللي كيصايبوها ملي كتقاد عليهم بعد 10 او 15 يوم الاولى ديال الشهر الفضيل كيقولوا بلاش ما نديروهاش، وكتفقد المائده الرمضانيه احد اهم المكونات ديالها اللي هي الشباكيه. الا تفرجتوا في هذا الفيديو وخديتوا النصائح اللي غادي نقولها لكم بجديه، كونوا متاكدين انه من اليوم ما غتبقاش تلقاو حتى شي مشاكل في التصياب ديال الشباكيه. عطيتكم الاسرار كامله، يكفي انكم تتبعوها وان شاء الله غادي تصدق معكم. وبالنسبه للاخوات اللي دائما كيخافوا انهم يديروا ديك الخطوه الاولى وكيبقاو كل رمضان كيقولوا حتى رمضان الاخر ونزعموا، حاولوا انكم تزعموا وتصايبوها. ماشي ضروري هذه الكميه كامله اللي عطيتكم ديال كيلو الدقيق، ديروا مثلا غير نص كيلو اولا غير ربعه. نبداو بكميه قليله، من نشوفوا راسنا كنتقنوها نبداو نزيدوا في الكميه. نبقاو مع المقادير ونرجعوا معرفه طريقه التحضير. واول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نبداو نخلو هذاك الدقيق ديالنا. انا استعملت دقيق متعدد الاستعمالات، بامكانكم انكم تستخدموا الخاص بالحلويات، المهم ما تستخدموش ديال الخبز. ملي غادي نكملوا النخل ديال الكميه كامله غادي ندوزو غادي نغربلو حتى الفينو. وبالنسبه لهذا الدقيق القمح راه كيخليه الشباكيه كتحافظ على القوام ديالها المتماسك لفتره اطول من الا استعملنا الفرص بوحدو. هنا كنبداو في اضافه النواشف. ضفنا الزنجلان اللي طحناه مزيان هو والنافع والقرفه، المسكه الحره اللي كنا طحناها مع شويه سكر كلاصي، الملحه والخميره الكيماويه. غادي نخلط كل شيء مزيان بملعقه خشبيه باش غادي ندوزو لاننا غادي نعجنوها. كما كتلاحظوا هنا الزيت غنضيف له شويه ديال الخرقوم اللي غيكسب هذيك الشباكيه اللون المحمر. هنا ضفت الخل، المزهر حتى هو غادي نضيفه مع بقيه السوائل. غتبقى لنا الزبده. غادي نبداو بها الاولى، وعليها ما بغيتش نخلطها مع هادو. كنحركوا كلشي بملعقه باش يتجانسوا مع بعضياتهم. بالنسبه لهنا انا راه نسيت واحد القضيه، انا كنخلط الخرقوم مع الخل اولا مع المزهر هو الاول باش كنضمن انه داب ليا، عاد كنزيد الزيت. هنا كما كتلاحظوا بديت بديك الزبده اللي كنت سخنتها ودفات، غادي نخليوها كتخلط مع النواشف واحد ربع حتى نصف دقيقه، ثم غنبداو في اضافه السوائل اللي خلطناها مع بعضياتها. بالنسبه للزنجلان راه ضروري ما خصو يكون تطحن مزيان لانه الا بقى دوك الحبيبات واضحين راه غادي تعذبكم في الشباكيه لان هي كتولي صعيبه بزاف. هنا كما كتلاحظوا كنبداو باضافه هذوك السوائل. دائما فاش نكونوا كنعجنوا اي نوع د العجين السوائل ما نديروهمش الوسط، كنبقاو نخليو داك الخيط السائل اللي نازل في الجناب، لان الا مشينا تكبينا الوسط غادي يبقاو واحدين تما، غادي تبقاو كتحاولوا انكم تعجنوها ما تبغيش تجمع لكم، لان صافي كيبقى هذاك الخطاف كيلعب غير مع هذوك السوائل اللي تكونوا عنده الوسط. هنا راه بدات العجينه ديالنا كتجمع لينا مزيان. انا احتاجيت انا نزيد داك شويه ديال الماء اللي كتبت لكم المقياس ديالو بها باش جات العجينه بحال ما هكا. بالنسبه للعجين راه دائما خصها تكون شاده راسها كما كتلاحظوا في الفيديو، بحال العجينه ديال الكعب كتكون قابطه راسها باش ملي كنخليوها ترتاح شي شويه يلاه كتجي هي هذيك. هو بصراحه انا ما كرهتش كون درت لكم لايف ديال هاد الشباكيه لانه كان غادي يكون احسن لكم باش تشوفوا التفاصيل معايا، ولكن بما انه ما كايناش الامكانيه حاليا ديال انني ندير لايف فانا اختاريت انني ندير لكم فيديو طويل من هذا النوع هذا اللي خليت لكم فيه بزاف ديال التفاصيل باش انه ما تغفل عليكم حتى شي تفصيله. كما كتلاحظوا هنا مباشره درنا العجين ديالنا في كيس بلاستيكي غذائي، غطينا بواحد السربيته وخليناها ترتاح لمده 5 حتى 10 دقائق، ما تخليوهاش اكثر لان هي دغيا كتبدا تطلق هذاك اليدام ديالها وكتبدا ترخى. حنا ما بغيناهاش عاوتاني ترخى بزاف. نتوما كما كتلاحظوا دزنا قسمنا هذاك العجين لنصفين، وكل نصف قسمناه ل4 ديال القطع، وكل قطعه ل3 ديال القطع
بالنسبه للناس اللي كيخليو العجين ديال الشباكيه يبات، راه الا خليتوا العجين ديال الشباكيه يبات ما غاديش يكون بامكانكم انكم تخليو الشباكيه تبات. انا كنفضل نخليها تبات هي كحبه جاهزه على انني نخلي العجينه هي اللي تبات. كما كتلاحظوا هنا كنا بدينا طلقنا وحده من هذوك لي بودان ديالنا، بعد ما طلقناه دوزناه في الماكينه وغادي ندوزو غادي نديرو نفس العمليه اللي كنديروها في الكعب. هذيك العجينه كنبداو كنلويوها بالطريقه الموضحه في الفيديو. وضروري الشباكيه اننا كنحاولوا نعطيوها شويه ديال العرض باش ما كنلقاوش مشاكل. وغادي نعاودو نطلقوها بالدلاك وغادي نعاودو ندوزوها دو فوا بالماكينه ديال الباستا اللي هي ديال الرزيزه. الا لاحظتوا في المقادير اللي عطيتكم راه ما درتش فيهم الخميره المعجونه. علاش ما درتهاش؟ لان هذه الطريقه اللي كنديرها دابا ديال انني طويتها وغادي ندوزها في الماكينه مره اخرى راه هي اللي كتعمل على انها تعطي لهذيك الشباكيه الحجم في اثناء القلي وكتشكل لنا فقاعات كذلك بحال الا كنتي دايره فيها الخميره المعجونه. ولان ما فيهاش اكيد العمليه كتكون اسهل لان حنا ما كنكونوش كنخافوا من المشكله ديال ان العجينه تخمر لنا ولا ترخى لنا اثناء العمل. لان دائما المشاكل اللي كتواجه النساء في الشباكيه هي القضيه ديال الخميره معجونه في العجين. وبالنسبه ان شاء الله المره اخرى راه اكيد انني غادي ندير لكم الطريقه ديال كيفيه التعامل مع شباكيه بالخميره المعجونه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يستغناو عليها. انما الا جيتوا عليا الطريقه اللي وريتكم اليوم راه هي اللي خصها تكون عندكم معتمده من هنا الفوق لانها سهله وزوينه والشباكيه كتجي بها رائعه. ماشي فقط انها كتنفخ وكيجيو فيها دوك الفقاعات وانما كذلك كيجيو فيها لايرز اللي هما طبقات بحال كتاكل العجينه ديال الميلفوي. كتجي واضحه ديك الطبقات الشباكيه اللي غادي نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو. وبالنسبه لهاد المقادير هما ديال الوالده الله يخليها لينا، كتعتمدوا من زمان. وصراحه هاد الشباكيه ديرها دائما الناس يعني كيطلبوا من الام ديالي انها تبقى تصايبها لهم. وبالنسبه للصور اللي غادي تشوفوهم في الاخر حنا مضاعفين الكميه، درنا 2 كيلو ديال الدقيق لان ذوقنا بزاف تاع الاصدقاء العائله. هذا عاد كميه اخرى صايبناها قبل من هذه. يعني الناس كيحماقوا على هذه الشباكيه ديال الام ديالي لان راه هي اللي زرعت فيا الحب ديال هاد الهوايه ديال الطبخ. لان ملي فقت حليت عيني لقيتها هي متمكنه ما شاء الله من بزاف ديال الوصفات وانا يعني خديت هذيك العلم ديالها وزدت عليه من عندي حتى انا الله يخليها ليا. هنا بالنسبه للطريقه الاولى اللي وريتكم ديال تقطاع ديال العجينه ديال الشباكيه ديك بالنسبه للناس اللي هما مولفين محترفين يعني كتكون عينكم ميزانكم. اما بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يصايبوها المبتدئات هاد البياس هذه اللي وريتها لكم راه كلشي كاين عنده في الديور ديالهم دائما كنلقاوها حنا مع ديك المقله ديال البغرير. غادي تشدوها كما وريتكم في الفيديو غادي تاخذوا العبار عليها يعني غتحطوها في الاول بحال ما كتشدوا الطول واش هو هذاك شويه تبداو تقطعوا العرض بالطريقه اللي وريتكم. وراه ما كاين ما سهل من الشباكيه ديالنا وما كاين ما احسن من الشباكيه مصنوعه في الدار. عارفين شنو درنا فيها عارفين القوام ديالنا على حقهم وطريقهم اللي صايبناهم بها. اما معظم الشباكيه يعني اللي كتكون كتباع برا الا كانت رخيصه فاكيد راه اللي كيكون صايبه ولا صايباتها كيكون ما دايرش فيها القوام بزاف باش انها تكون يعني في المتناول ديال الجميع يقدر يشريها. وهنا بعد ما كنساليو الشباك كنخليو الشباكيه ديالنا تبات ليله كامله حتى كتشمع عليها ديك الزبده وكتقبط راسها ثم كندوزو للقلي. اول حاجه هي ان الزيت كنضبطوها في درجه حراره 150 الفريتوز ديال الضو اللي كيقليها في المقله العاديه غادي تكون ما بين المتوسطه حتى المهيله يعني بيناتهم. الا درناها متوسطه غتحمر لنا من برا وتبقى معجنه من الداخل. الا درناها مهيله بزاف اكيد غادي تشرب لنا بزاف ديال الزيت وما غاديش تقبط راسها كما خصها تكون قابطه. يعني بيناتهم كل وحده راه كتعرف كيفاش تضبط الفرن ديالها ودرجه الحراره ديال الزيت. زائد انه واحد نصيحه واحده اخرى ملي نكونوا كنحطوا الحبات ديال الشباكيه في الزيت نحطوهم على وجه واحد باش ملي كنكونوا كنقلبوهم كنكونوا عارفين الوجه اللي خصو يتقلب وما كندوخوش هكا اثناء القلي. وفي من جهه اخرى كنكونوا موجدين العسل ديالنا اللي كنكونوا دفيناه شويه باش ما يبقاش قاصح بزاف. ماشي نسخنوه نعاود ناكد غير كندفيوه لان الحلوى او الشباكيه او اي نوع من الحلويات الا كان سخون كيحتاج انه يضاف للعسل
يكون قابط راسو، بينما الحلوى الا كانت بارده كتحتاج انها تضاف العسل يكون سخون. كما كتلاحظوا هنا بعد ما تقلاو لينا الشباكيات ديالنا وضعتهم في داك العسل اللي قلت لكم دفيتو غير شي شويه وغطست مزيان فيها ديك الشباكيه وكنخليوها حتى كتقرب يعني القليه الثانيه طيب. عاد كنحيدوها من داك العسل باش كنكونوا متاكدين انها شربت مزيان. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم العسل يكون باين في الشباكيه بامكانكم انكم تزيدوا طبقه اخرى ديال العسل، يعني حتى كتساليو وكتكبوا هكا واحد شويه ديال العسل فوق من الشباكيه كامله باش كتاخذ كميه اخرى ديال العسل. زائد الناس اللي كدير العسل الحر حتى هو ماشي مشكل، يعني كل واحد راه الذوق ديالو عنده خاص به، ولكن كنشوف بان العسل الحر بالضبط كيغطي على بقيه ديال المذاقات لانه هو مجهد كيغطي على كل شيء القوام اللي كاينين. فيستحسن نخليوه العسل اللي صايبناه نستناه بالقرفه لان القرفه كتماشى مع بقيه المكونات ديال الشباكيه وكتكون رائعه. كما كتلاحظوا ديال النتيجه جات رائعه. الشباكيه جاو فيها دوك الجعيبات كاينين مشكلين في الداخل ديالها، جاو فيها لايرز طبقات. وانتظروا مني فيديو قادم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله ديال شباكيات اخر دقيقه اللي ماشي غادي تنفعكم غير في رمضان اولا ملي تنتهي الشباكيه ديالكم الاصليه، وانما غادي تنفعكم حتى في الايامات العاديه. ولهذا فانا متاكده ان الشباكيه ديال اخر دقيقه غادي تكون مفيده لك كما كان مفيد لك هذا الفيديو اللي كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ودمتم بود.